ميسي يلعبها. في بعض الأحيان يأتي الهدف بطريقة غريبة وغير متوقعة، وفي هذا الفيديو سوف نستعرض لكم بعض من التمريرات الغير متوقعة والتي بسببها يأتي الهدف. ليو مرة أخرى يبتسمون، يسجل، يفرحون، يضرب، ينتصرون. يبدو هنا أن رونالدو بدلا من أن يحرز الهدف أخطأ وأعطى تمريرة لزميله في الفريق الإيطالي ليحرز هو الهدف. بينما يحاول ويلفريد بوني الفرار من خصمه إذ مرر الكرة بطريقة عشوائية ليحرز زميله منها هدفا. ومن ضربة حرة مباشرة مرر ليونيل ميسي نجم برشلونة الكرة لبيكي ليحرز هدفا لبرشلونة. داريال موفي لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الذي مرر الكرة بسن قدمه ليأتي منها هدف أكثر من رائع. أما هنا اصطدمت الكرة بوجه هيغوايين لتقع بين قدمي ليونيل ميسي ليحرز منها هدفا لصالح منتخب بلاده الأرجنتين. وفي محاولة من اللاعب كيفن ليحرز هدفا تخدعه التصويبة ليقتنصها زميله في الفريق ويأتي منها بهدف. داني ويلباك لاعب أرسنال الذي أرسل الكرة لزميله بهذه الطريقة ليحرز منها هذا الهدف الرائع. أعطى روبي كين تمريرة لزميله في الفريق ليحرز هدفا، إلى أنه يخفق في تحقيق الهدف وترجع الكرة لروبي ليحرز هو الهدف للفريق. وبطريقة غير متوقعة ورائعة كان اللاعب ماساكي سببا في إحراز هذا الهدف بعد مراوغة جيدة جدا. أما هنا تعرقل رويان لاعب البايرن ميونخ في محاولة منه لإحراز الهدف، ومن ثم يمرر الكرة لزميله ليتقدم بهدف لفريقه. ولا تنسوا أن تخبرونا في التعليقات أي من هذه التمريرات هي الأفضل من رأيكم. اتركوا وراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله.